السلام عليكم الاصدقاء ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده. بدون اطاله يلا نبداو. اليوم نوه التونسي المهدي النفطي مدرب الوداد الرياضي بالبنيه التحتيه واللي كيتوفر عليها مركب محمد السادس لكره القدم. وقال النفطي في تصريح لإذاعة AFM التونسية أنه اكتشف بنية تحتية من مستوى كبير زائد عشب من الطراز الرفيع. وأضاف في تصريحه بأن مركب محمد السادس لم يرى مثله في أوروبا لأنه يوفر ظروف عمل جيدة للغاية، وهذا غير متوفر في تونس. النفطي كان كيتماسح مع الطاقم ديالو، قال لهم بأنه غادي يدوز في حالة اكتئاب بعد العودة إلى الدار البيضاء بسبب الظروف المريحة اللي كيعيشوها حاليا في الرباط. المدرب التونسي زاد وقال بأن الوداد فريق كبير على المستوى الإفريقي، ولكن خاصو الخدمة على المستوى التنظيمي، وما نساش ينتقد راسو، قال بأنه يجب أن يتأقلم في وقت قياسي. واختتم النفطي حديثه قائلا بأنه اكتشف بطولة ما كانش كيعرفها، وأكد أنه كيتسنى عمل كبير على المستوى الهيكلة والتنظيم. كل التوفيق للوداد الرياضي في هذه البطولة العالمية باش يشرفوا الراية المغربية. المهم الاصدقاء، كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا بكل جديد. تلاقوا في فيديو محسن، الى اللقاء.